السلام عليكم، انا اسمي منى احمد وقناتي اسمها ونيتا كيتشن. لو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وشير وتشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد. هنعمل النهارده مع بعض كشري الحلو او كشري بلبن. هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه. في اول حاجه هنعمل الرز بلبن. عندنا نص كوبايه من الرز المصري المغسول، عليها كوبايه من الميه، ومعانا كمان نص كوبايه لبن هندوب فيها معلقتين من الكريم شانتيه مع معلقتين من النشا، وكمان معانا معلقتين من قشطه وش اللبن. هنحط بقى الرز يغلي زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، وهنضيف عليه لتر من اللبن، واول ما يغلي هننزل بالسكر بتاعنا، والسكر هنا ربع كوبايه من السكر، ممكن تزوديه شويه. اول ما يبدا يغلي هنحط بقى الخلطه اللي حطيناها او اللي احنا عملناها، هنقلبهم مع بعض كويس جدا، واخر حاجه هنحطها الفانيليا ياخد كام غلوه ونطفي عليه بالطريقه دي. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، فهنا مسرعه هنا الفيديو. خلصنا بقى اول حاجه خطوه الرز بلبن زي ما انتم شايفين كده. ما تفتكريش ان هو الرز بتاعنا سايل، لا هو قوامه مظبوط. زي ما قلت لك، كيلو اللبن عليه نص كوبايه من الرز المصري، والنص كوبايه بتاخد كوبايه من الميه معاها. تمام. خلصنا الخطوه دي، هنخش على خطوه الكنافه عشان نحمص الكنافه بتاعتنا. عندنا ربع كيلو من الكنافه المتفرزه ومتقطعه رفيع جدا، تقدري تعمليها في الكب او في ايدك. هنحطها عليها بقى السمنه ونحطها في الفرن لما تتحمص. وعندنا لفه من الجلاش هنقطعها شرايح بالشكل ده، وبرضو هنحطها في الفرن تتاخد معانا اللون حلو وتتحمص بالطريقة اللي هتشوفوها. هنخلص تقطيع قرفة الجلاش بالطريقة دي كده، وهنجيب صينية او قارب او اي حاجة انتي تفضلي تحمصي فيه برضو الجلاش، وهنحطه في الصينية بالشكل ده، وهنحط عليه برضو نص كوباية من السمنة المتسيحة، وهنقلب كويس جدا جدا ونحطها في الفرن لحد لما ياخد اللون الذهبي الجميل. وطبعا كل شوية بنقلب الجلاش وبنقلب الكنافة. خلاص. عملنا بقى الصلصه، وبعتذر عن عدم لقطه ان الصلصه تكون موجوده معاكم. هسيب لكم مقادير الصلصه الحلوه في صندوق الوصف او التعليق. هاخد بقى كل حاجه بتاعتنا كده او العلبه بعد ما الرز بلبن برد تماما. يفضل ان تعمليه قبلها بليله، مفيش اي مشكله. هناخد بقى الكنافه معانا ونحط طبقه حلوه كده من الكنافه المقرمشه اللي معايا. الكنافه هنا انا مش حاطه لها سكر اطلاقا، سايباها كده عشان تاخد حلاوه الرز بلبن. الجلاش اديت له بس معلقتين من السيرب بسيط عشان هو بيتحط على وش العلبه بتاعتي. هكمل العلب بالشكل دوت بالكنافه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. خلصنا كل العلب اللي انا عاملاها معايا، حوالي تقريبا 5 علب. وهنبدا بقى ناخد الصلصه اللي انا قلت لك عليها. هي عباره عن لبن وزبده ودقيق ونشا وكمان شوكولاته بيضاء وقشطه. تمام. هسيب لكم الطريقه بالظبط في صندوق الوصف والمقادير بتاعتها. وبعتذر مره تانية، القطعه دي اتحذفت مني ومعرفتش ان انا ارجعها تاني، فبعتذر لكم جدا جدا. هحط بقى كبشه كده او مغرفتين حلوين كده من الصلصه البيضه بتاعتي، صلصه الحلويات للكشري بتاعي. تمام زي ما انتم شايفين كده اهو. وكمان هبدأ بقى انزل بالطبقة اللي بعد كده، وهي طبقة الجلاش بتاعتي. الجلاش زي ما قلت عندي انا حمصته، وبعد ما طلع واتحمص وبرد اديت له معلقتين حلوين كده من السيرب وسبته على جنب عشان اقدر اشتغل فيه. زي ما انتوا شايفين اهو كده، انا بحاول ان انا اغطي كل كمية الكنافة بالصلصة عندي. والصلصة زي ما انتوا شايفين قوامها مش تقيل ومش خفيف، علشان خاطر تدي معايا للكنافة تطريها كده معايا، وفي نفس الوقت تحافظ على قرمشتها. هبدأ بقى اخد، بعتذر جدا، هعمل بقى عندي كذا حشوة. تقدري تعملي الحشوة اللي تريحك. انا بالنسبة لي دلوقتي هعمل حشوة الاوريو. معايا بسكوت اوريو متكسر او بديل الاوريو عشان الناس اللي عامله مقاطعه. طبعا عايزه اقول لكم يا جماعه الفيديو ده قديم من ساعه الترند، بس انا بعتذر ان انا منزلاه متاخر، فالوصفه هنا عندي قديمه، وكان الاوريو لسه ما عملنالوش مقاطعه. تمام. هبدا انزل بيه. عندي نوتيلا متسيحه كده متخففه بزيت، وحطها في كيس حلواني بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. حطيت بقى كده خطوط من النوتيلا، وهبدأ اكمل بقية الخطوات كده. انا حطيت حشوة الاوريو والنوتيلا. عندي بقى الصلصة او البصل او البصل بتاع الكشري اللي هو الجلاش. هحط بقى طبقة حلوة كده من الجلاش بتاعي على الوش بالشكل ده. هغطي طبقة الاوريو، وكده يبقى عندي اول قب عندي هو قب الكشري بالاوريو. تمام. وهاخد شوية بسكوت متكسر كده برضو احطهم على الوش كده عشان يبان الطبق ده بايه. شوية صغيرين كده برضو، وهديله
سنة نوتيلا كده برضو خطوط رايح جاي، تقدري تستبدلي النوتيلا لو مش متوفر عندك ومتوفر عندك صوص شوكولاتة، تقدري تستخدمي صوص شوكولاتة جاهز مفيش مشكلة. حطيت خطوط كده من النوتيلا، وهجيب بسكوتية كده بقى اوريو احطها فوق، او بديل الاوريو هحطها فوق كده على الوش، برضو تدي جرنش حلو للقب بتاعي او للعلبة بتاعتي بالشكل ده. تمام، ادي اول شكل معايا. هبدأ اعمل معاكم تاني حشوة معايا. هنجيب بقى كده العلب، وطبعا العلب بعد ما بتبرد تماما زي ما قلت لك نغطيها بقى ونقدر نستمتع بطعمها الجميل. عندي تاني حشوة معايا هنا هي حشوة المانجا. عندي مانجا متقطعة، ومحطوط لها معلقة واحدة من الجيلي المانجا بتاع التلميع. تمام. المانجا بتاعتي متقطعة مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. هحط طبقة مانجا حلوة كده على الصلصة بتاعتي بالشكل ده، وهبدأ احط طبقة من الجلاش بتاعي على وش المانجا زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقولك الميكس كله احلى من بعض، مانجا اوريو لوتس، بجد طعمهم حلو جدا جدا. طبعا اللي بيحب المانجا هيفضل طعم المانجا، واللي بيحب الشوكولاته هيحب الاوريو قوي بالنوتيلا، فكلهم بجد طعمهم حلو. طبعا عشاق اللوتس طبعا اكيد هيفضلوا اللوتس، بس بجد الميكس كله رهيب. هنحط بقى شويه من المانجا كده على الوش بالطريقه دي، وهبدأ اخليها على جنب كده. طبعا هنضف حواليا. وبعد كده اخر حشوة معايا اللي هي حشوة اللوتس. عندي بقى بسكوت لوتس مفروم. تمام. تقدري برضو تستخدمي بديل اللوتس مفيش اي مشكلة، المتاح عندك تقدري تستخدمي. مش حابة تستخدمي لوتس تقدري تعملي مانجا بس. تقدري تعملي بسكوت الشوكولاتة اللي هو بديل الاوريو بس مفيش اي مشكلة. هنحط طبقة بسكوت حلوة كده، وعندي زبدة لوتس متسيحة برضو بنفس الطريقة مع معلقة زيت كده ابيض، وهنبدأ خطوط كده زي ما انتوا شايفين. وهنحط شوية بقى الجلاش في النهاية على وش الكب بتاعي او العلبة بتاعتي، علبة الكشري بتاعتي. هنحط بقى رشة كده من الجلاش، طبقة حلوة كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. مفيش اسهل من كده. الكمية دي عملت لي 5، انا عملت 2 بالمانجا و2 بالشوكليت او بالاوريو وواحدة باللوتس. هنعمل زي ما انتوا شايفين كده اهو. هجيب بقى برضو شوية بسكويت لوتس وهحطهم فوق كده على الوش، حاجة جرنش بسيط كده بالشكل ده. وهبدأ برضو انزل بخطوط من زبدة اللوتس برضو بسيط، وبسكوتة لوتس بقى كده جرنش فوق. لو عندك مش متوفر عندك مفيش اي مشكلة. زي ما انتوا شايفين برضو هعمل خطوط زي ما قلتلك بزبدة اللوتس، وعايزه اقولك الميكس ده رهيب جدا جدا. وكده خلصنا. تمام. لو متوفر عندك بسكوت هتحطي، مش متوفر مش هتحطي، زي ما انا ما حطيتش كده لان كان شو اخر بسكوت انا طحنته. وده الشكل النهائي للكشري بتاعنا النهارده، الكشري الحلو. عملناه مع بعض بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه، بجد طعمه خيالي. بعتذر مره تانية لتاخير الفيديو ده متصور من زمان، بس بعتذر لكم ان هو منزلش الا دلوقتي. اتمنى يا رب الوصفه بتاعتي النهارده تكون عجبتكم وتكوني استفدتي مني، وان شاء الله بقى نقدم لكم وصفات حلوه كتير تانية. واي وصفه حابين تعرفوها يا ريت تبعتوا لي في الكومنتات وتكتبوا لي عليها وتقولوا لي رايكم كمان في وصفاتي، ونشوف بقى الجمال دوت. يلا بقى نقطم كده ونقول بسم الله ونحط المعلقه ونطلع احلى معلقه كشري بلبن بالمانجا، بجد طعمه رهيب. ولازم تنزلي لتحت كده عشان تجيبي بقى طبقه الرز بلبن من تحت معاه كله. شايفين ميكس خيالي بجد، طعمه رهيب جدا. ندوق بقى كده، بجد رهيب. اتمنى يا رب تجربوه وان شاء الله يعجبكم. هجرب معاكم بقيه الاطعم لان بجد كل طعم احلى من التاني. وزي ما قلت لكم انا عملت 2 اوريو و2 مانجا وواحد لوتس. انتي تقدري تعملي نص الكميه مفيش اي مشكله، تقدري تصغري العلبه مفيش برضو اي مشكله. هندوق بقى اللي بالاوريو دوت، بجد النوتيلا مع الاوريو مع الجلاش بقى والرز بلبن والكنافه مقرمشين، والطعم رهيب جدا. شايفين الشكل حاجه كده تحفه. بجد بجد مش عارفه اقول لكم ايه. انا مستمتعه جدا جدا وانا بقدم لكم الحلقه دي بجد. اتمنى ان انتوا كمان تكونوا مستمتعين زيي وتكونوا مبسوطين بالحلقه. اخر حاجه بقى واخر طعم معانا اللوتس. نقول كده بسم الله ونشوف بقى البسكوت اللوتس بقى
برمشته الجميله كده بطعمه الحلو مع الميكس دوت برضو بيدي طعم تحفه. يا رب بجد تكون الحلقه عجبتكم. لو عجبك بقى الفيديو وعجبتك الوصفه وحسيتي ان انت استفدتي مني، متنسيش تعملي لايك وشير للفيديو. لو اول مره بتشوفيني متنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان توصلك كل الوصفات الجديده. والسلام عليكم.